كنت ماسكة المكنسة في ايديا ولسه بنضف البيت، وفي الوقت ده سمعت صوت على السلم، وقلت يمكن عم جابر هو بيلم الزبالة علشان ياخدها. وساعتها قلت له بصوت عالي: ابقى خد الزبالة كلها وما تسيبليش حاجة على السلم. بس الغريبة بقى ان انا بعد ما اتكلمت ما ردش عليا، والصدمة كانت اكتر لما سمعت الصوت اللي جاي من على السلم. وساعتها فتحت الباب وشفت الزبالة قدامي، وعرفت ان عم جابر ما اخدهاش. والمصيبة لما لقيت اللي جنب الزبالة، وده لما لقيت نونو صغير. فضلت بصله وانا متنحة، وفضلت ابص يمين وشمال علشان اعرف مين اللي حطه هنا، وما كانش فيه اي اثر. في الوقت ده دخلت وقفلت الباب، وفضلت ابص للطفل الصغير اللي انا ما كنتش عارفه هو ولد ولا بنت، وفضلت ابص عليه لحد لما لقيت معاه ورقه. ولما قريت الورقه دي كانت صدمه كبيره قوي بالنسبه لي، وعمري ما كنت اتوقع اللي حصل بعد كده. والحكايه ابتدت من وانا بمسح السلم وبسيقه، وساعتها مرات اخويا كانت واقفه جنبي عماله تديني في اوامر، وعماله تقولي على الحتت اللي انضفها. وساعتها قلت لها: كفايه يا شهد، انا تعبت قوي وظهري اتقطم. هو كل ده عشان تسيق السلم؟ هو انت هيجيلك ناس مثلا يقعدوا عليه؟ لقيتها بتقولي من غير لماضه كتير: لسه عندنا شغل كتير، واديكي شايفه بطني مليانه ازاي. ولا انت عايزاني بقى اولد على نفسي؟ ساعتها قلت لها: يا ستي ارحمي نفسك انت وارحميني معاكي، انا مش الخدامه بتاعتك، لازم تفهمي كده، وكنت بساعدك في حاجه فده من اخلاقي يعني. لقيتها بتقولي: بنت انتي، انا مش ناقصاكي ومش ناقصه قرفك، لما يجي اخوكي بقى عليا كلام تاني معاكي. وساعتها سابتني ودخلت جوه، وقلت: اعوذ بالله منك، يا رب تفقسي وانتي ماشيه وما تلاقيش حد يولدك. وفي الوقت ده لقيته بيقول لي: بعد اذنك يا انسه ممكن نعدي؟ ساعتها قلت له: خضتني، حرام عليك، انت طلعت منين؟ هو انت مين اصلا؟ لقيته بيقول لي: اسمي دكتور احمد عبد اللطيف، دكتور نساء وولاده، وعندي حاله هنا جاي اكشف عليها، بعد اذن حضرتك يعني لو تسمحي. ساعتها قلت له: طب انت عايز مين؟ مفيش حد ساكن فوق، احنا هنا بس اللي موجودين، الشقه اللي فوق فاضيه. لقيته بيقول لي: يا خبر، يمكن انا جيت عنوان غلط، انا اسف. وساعتها قبل ما ينزل سمعت مرات اخويا بتصرخ جوه، وساعتها جريت عليها ولقيتها اتزحلقت ووقعت، ووقتها اتخضيت عليها جدا، واتخضيت كمان على اللي في بطنها اكتر منها. وساعتها قلت: ابن حلال، وطلعت اجري على السلم. وساعتها نزلت لتحت وقلت له: لو سمحت يا دكتور ما تمشيش، تعالى ممكن تبص على مرات اخويا لانها وقعت في الارض ومش عارفه اتصرف. ساعتها طلع معايا وكشف عليها، لقاها في حاله ولاده. دخلتها انا وهو الاوضه ووقفت معاه عشان اساعده. وساعتها مرات اخويا ولدت وجابت بنت حلوه قوي، ساعتها كنت فرحانه بيها. والدكتور ساعتها كان بيطمن على مرات اخويا وبيفهمها هتعمل ايه بالظبط. ولما خرج ساعتها من الاوضه عشان يمشي، وقتها قلت له: هو حضرتك عايز كام؟ لقيته بيقول لي: مش عايز اي حاجه، انا اصلا جيت بالغلط لان ربنا مدبرها، وده النصيب علشان يبقى ولاده البيبي الجميل ده على ايدي. وكفايه كمان ان انا شفتك، وانا متاكد ان انا في يوم من الايام هاخد منك تمن الولاده دي. قلت له: اه طبعا، وده لما اولد انا بقى ان شاء الله، انا تعرف عايزه اجيب توأم. لقيته بيقول لي: يا خبر. وساعتها مشي من قدامه وطلع يجري. ساعتها قلت له: انت بتجري كده ليه؟ هو في حاجه ولا انت اتخضيت ان انا عايزه اجيب توأم؟ لقيته بيقول لي: لا، انا نسيت الحاله اللي انا جايه عشانها. وطلع يجري وهو مستعجل. ساعتها كنت بضحك عليه وعلى منظره، بجد كان شكله يضحك. وفي الوقت ده مسكت البنت وفرحت بيها وقعدت العب معاها. وطبعا مرات اخويا عملت فيها والده بقى وتعبانه. سبت البنت وبدات اعمل لها اكل واهتميت بيها. ولما اخويا جه كان فرحان قوي ببنته. وساعتها قلت له: ممكن تسميها تقع على اسمي؟ لقيته بيقول لي: طبعا يا حبيبتي، هسميها، ده الاسم الجميل قوي، دي حتى كمان طالعه شبهك. ساعتها مرات اخويا قالت: لا طبعا، بقى البنت الجميله الاموره دي تبقى شبه اختك العقربه ام لسانين؟ لا طبعا، ده غير كده ان ممكن يطلع حظها وحش زي اختك كده، وتقعد لحد لما يكون عندها 37 سنه من غير جواز. وقتها قلبي اتكسر من كلامها، وساعتها قلت لها: كلك ذوق، الحمد لله على السلامه، بدل ما تحمدي ربنا ان قمتي بالسلامه وتتقي ربنا، لسانك متبري منك. وبجد انا مش عارفه انت مستحمله نفسك ازاي. وطلعت من الاوضه وانا بعيط،
كان صعبان عليا نفسي قوي. ولقيت اخويا بيقول لها: حرام عليكي، هو انت ليه بتعملي معاها كده؟ مش المفروض ان انت تكوني كويسه معاها؟ قالت له: بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده، وبعدين ما تزعلنيش. الزعل غلط عليا دلوقتي، ولا انت عايز البنت يجرى لها حاجه لما ردعها؟ المهم، انت عارف الدكتور خد كام؟ ده اخد 3000 جنيه. ساعتها اتصدمت وقلت: يا حراميه، يا نصابه. ماشي، انا هوريكي. اما كبستك وطلعتك حراميه، ما بقاش انا. ودخلت اوضتي في الوقت ده وانا متضايقه جدا وزعلانه، وخلاص زهقت من الحياه دي. انا فعلا كنت متاخره جدا في الجواز، والمشكله بقى ان ما كانش بيجيلي ولا عريس. وفي الوقت ده من كتر ضيقتي اتصلت بصاحبتي، قلت لها: يا سلمى، هو انت مالكيش لازمه في حياتي؟ هو انت يا بنتي مش ليكي جوز؟ مش انت متجوزه؟ ما تشوفي لي عريس في الشركه اللي بيشتغل فيها جوزك، ولا انت كده مالكيش لازمه خالص؟ لقيتها بتقولي: انا ذنبي ايه بس؟ عملت ايه؟ ولا انت بقى جنانك ده يطلع عليا؟ ايه اللي حصل لك؟ احكي لي يا ستي وقولي لي. قلت لها: انا النهارده اتهزقت، وحكيت لها كل اللي حصل، وقلت لها مش عارفه اعمل فيها ايه. دي حربايه وعقربه وميت لون، وانا خلاص قرفت منها، وبجد عايزه اسيب البيت هنا. حتى لو كان راجل كبير انا راضيه، المهم ان انا اسيب البيت وامشي. لقيتها بتقولي: تبقى عبيطه لما هي تطفشك من بيت ابوكي اللي هو المفروض بيتك؟ تبقى انت عبيطه لو طفشتي. المفروض ان انت تصبري، والجواز نصيب، ولو كان في عريس اكيد ما كنتش هستخسره فيكي يعني. ولا اقولك، انا فعلا هروح اصحي جوزي دلوقتي علشان يصحى كده ويصحصح لي، ويجيب لي عريس حلو ليكي يليق بيكي. ساعتها قلت لها: ربنا يكبر بخاطرك، انا عارفه ان انت بتاخديني على قد عقلي. وفضلنا نتكلم مع بعض. بصراحه كلامي مع سلمى هون عليا حاجات كتيره قوي، وقفلت معاها وانا سعيده ومبسوطه. وعدت الايام وانا كنت باخد بالي من النونه الصغيره، وكانت هي كل حياتي والحاجه الوحيده اللي مصبراني على البيت. لحد لما في يوم اتفاجئت لما لقيت مرات اخويا بتقولي: يا بنت المحظوظ ده، يا بنت الايه، بجد صبرك ما طلعش على الفاضي. اه، انت بقى اللي صبرتي ونولتي. قلت لها: انا مش فاهمه حاجه، هاتي من الاخر وقولي عايزه ايه يا شهد. لقيتها بتقولي: حته عريس ما يخطرش على بالك. تخيلي مين طلبك. قلت لها: لا، ما اعرفش، مفيش حد يعني خطر على بالي، الا بقى حماد السمكري اللي بعدي عليه كل يوم، وعم عبده اللي بجيب منه الخضار، وعم يحيى صاحب السوبر ماركت. لقيتها بتقولي: بقى ده طموحك؟ اعوذ بالله، ده انا ما كنتش اعرف ان انت عيله تافهه للدرجه دي. لا، ده حد تاني خالص، ده الدكتور اللي ولدني. قلت لها: يا سلام، هو انت جايه تهزري معايا؟ خطر على بالك ازاي الهزار البايخ ده؟ لقيتها بتقولي: لا، انا مش بهزر، انا بتكلم جد. فعلا الدكتور طلبك وعايز يتجوزك، ومن اول نظره اعجب بيكي. ساعتها قلت لها: طب وانت عرفتيه ازاي؟ اتكلمتوا ازاي يعني؟ لقيتها بتقولي: وانا ما قلتلكيش؟ اصل انا خدت عنوانه ورقمه لما كان هنا، هو بعدين رحت له العياده عشان اديله الفلوس. ما كانش ينفع يعني كده يولدني ببلاش. واول لما شافني فرح قوي وكلمني عليكي، وانا فرحت قوي ان هو عايز يتجوزك. وساعتها فعلا انا كمان كنت فرحانه قوي، وما كنتش مصدقه نفسي. وهو قاعد بيتكلم مع اخويا وبيتفق معاه على كل حاجه. وساعتها حسيت ان الدنيا بتضحك لي، وان ربنا عوض صبري خير. بصراحه ما كانش فيه احسن من كده جوازه. وبسرعه جدا اتخطبنا، وكنت مبسوطه لاول مره في حياتي، اول مره احس ان انا محبوبه، وكمان في حد طالبني. على الرغم ان الوقت ده كان متاخر قوي، على قد ما هو كان فرحه بالنسبه لي، فرحه كبيره. ومع الوقت اتعودت عليه، وبقينا نكلم بعض دايما. وكمان حبيته، وحبيته اكتر لما اتجوزنا. وكان بيعاملني كويس قوي، وشايلني من على الارض شيل. وكان ناجح جدا في شغله، وده كان بيفرحني. انا كمان كنت بسنده في كل حاجه، وبفرح قوي لما بيكبر في شغله. والحياه ضحكت لنا اكتر، وده كمان لما عرفت ان انا حامل. وكنت مبسوطه قوي، وكنت طبعا بتابع مع جوزي شهر بعد شهر، وكنت فرحانه ومبسوطه. لحد لما في يوم النور قطع عليا وانا في الشقه لوحدي، وفضلت ادور على حاجه انور بيها، لكن ساعتها ما لقيتش حاجه. وفي الوقت ده النور جه، وكنت مبسوطه. بس فجاه حسيت بالكهرباء عماله بتضرب في البيت، وفعلا ساعتها حصل حريق وماس كهربائي. وانا من كتر الخوف طلعت اجري على السلم. بس المشكله وانا نازله من على السلم اتكعبلت، وفي الوقت ده وقعت من على السلم للسلم التاني اللي تحت.
وكانت واقعة جامدة جدا. ومن كتر الوجع ساعتها حسيت ان انا بموت، ده غير النزيف اللي حسيت بيه. وفي الوقت ده غبت عن الدنيا، بس كنت سامعة كل حاجة من حواليا. سمعت دوشة وسمعت الجيران كانوا قلقانين عليا، خصوصا بعد الحريقة اللي كانت في الشقة. وساعتها عرفت ان هما هينقلوني المستشفى، ومن بعدها غبت عن الوعي. ولما فقت في المستشفى لقيت جوزي جنبي وكان عمال بيعيط، وكان ساعتها حزين جدا، وانا كنت حاسة بوجع فظيع. وساعتها عرفت ان بطني فيها حاجة، وان انا ممكن اكون خسرت الجنين. ولقيته فعلا بيقول ان انا اجهضت، بس لقيته بيقول لي مصيبة اكبر من كده بكتير. وده لما لقيته بيقول لي ان الرحم كان فيه مشكلة وكان لازم يتشال. ساعتها اتصدمت صدمة عمري، وفضلت اصرخ كتير قوي في المستشفى. ومن كتر الزعل ساعتها حصل لي صدمة عصبية، وكنت عايشة على المهدئات. وفي الوقت ده قعدت كتير في المستشفى عقبال ما تعافيت. وكان لازم ساعتها ارضى بالامر الواقع، خصوصا ان احمد كان كويس جدا معايا، وقال ان هو هيقف جنبي وعمره ما هيتخلى عني، وهيفضل يحبني لاخر يوم في عمره. في الوقت ده كنت فرحانة قوي بردة فعله وبوقوفه جنبي. وعدت الايام وانا سعيدة ومبسوطة في حياتي. كنت خلاص رضيت بامر ربنا، وعرفت ان ده مكتوب عليا، وكان لازم اعدي الايام. لحد لما في يوم جت مرات اخويا ولقيتها بتقولي انا مكسوفة منك ومش عارفة اقولك ايه. ساعتها قلت لها قولي اللي انت عايزاه يا شهد، خير في حاجة ولا ايه؟ لقيتها بتقولي بصراحة كده انا عايزة 4000 جنيه ضروري، اخوك ظروفه صعبة ومش عارف يجمعهم لي. قلت لها طب انت عايزاهم ليه؟ لقيتها بتقولي لان بصراحة كده عايزة اعمل تصليح لشعري، شعري بايظ زي ما انت شايفة، وعايزة اعمل كمان حاجات في وشي، نفخ الشفايف والكلام ده. على فكرة انا داخلة جمعية، ولما اقبضها هجيب لك الفلوس، يعني كده كده هدفعهم لك. ساعتها قلت لها بس انا معيش المبلغ ده. لقيتها بتقولي انت بتكسفيني وتحرجيني. اه عشان انا يعني جيت استلف منك؟ ما انا عارفة ان جوزك على قلبه فلوس قد كده. ولا انتوا بتاخدوا فلوس الناس والكشف والكلام ده بتعملوا بيها ايه؟ ده غير فلوس العمليات. هتحوشوا فلوس لمين؟ ما انت خلاص ما بتخلفيش ولا عمرك هتخلفي. ساعتها قلت لها كفاية بقى. زمان الاول كنت بستحملك، وده لاني كنت قاعدة معاكي في نفس الشقة وكنت مضطرة اعيش معاكي. انما من دلوقتي مش عايزة اعرفك مرة تانية، وعايزاكي تبعدي عني لاني بكرهك. لقيتها بتقولي ايوه كده طلعي اللي جواكي يا حرباية يا عقربة. انا غلطانة ان انا كنت السبب في جوازتك دي، بس زي ما انا بقى كنت السبب في جوازتك هكون انا السبب في خراب بيتك كمان. وفضلت تهددني ساعتها، ومن بعدها مشت. كان نفسي اكسر كل حاجة على دماغها لانها فعلا وجعتني بكلامها، بس اللي زي دي كان لازم انساها وامحاها من حياتي وما تبقاش موجودة ابدا. حتى اخويا ما سألنيش حتى ايه اللي حصل ولا اتدخل في المشكلة، وانا عديت اموري عادي. لحد لما في يوم كنت بنضف البيت، وساعتها سمعت صوت بره. ولما طلعت لقيت بيبي صغير نونو موجود عند الزبالة. مسكته ساعتها وكنت فرحانة بيه. ولما قريت الورقة اللي كانت معاه حصلت لي صدمة عمري ما كنت أتوقعها أبدا. لما لقيت مكتوب فيها أنا آسفة معلش عشان جبتلك الولد من غير ميعاد، بس بصراحة كده أنا من ساعة ما أختي ولدته وماتت ما كنتش عارفة أوديه فين، وما لقيتش أي مكان مناسب غير مكان وبيت أبوه. أيوة الدكتور أحمد، لأنه كان متجوز أختي، اتجوزها عرفي، وهي كانت فرحانة لأنها كانت بتحبه. بس للأسف بعد كام يوم بعد عنها وفسخ العقد اللي ما بينهم، ومن بعدها ما كانش يعرف عنها حاجة. ولما رجعت له وهي حامل رفضها. المشكلة إنها ماتت وهي بتولد، والولد ده من بعدها ملوش حد. وللأسف ما ينفعش يعيش معايا لأن معايا 4 عيال وما أقدرش أستحمل عيل تاني. وعلشان كده أنا عارفة إن أنتي هتحافظي عليه، وهو أصلا ابن جوزك، يا ريت تحافظوا عليه لأن ده أمانة معاكم. الصدمة كانت صعبة عليا جدا لما عرفت إن جوزي اتجوز عليا، وقررت ساعتها أفاجئه وأعمل له مفاجأة. بس ساعتها كنت عايزة أحرق دمه. وفي الوقت ده اتصلت بالمحلات اللي أنا عارفاهم وحضرت حاجة السبوع. ده أنا كمان عزمت أخويا ومراته وعزمت كل الناس اللي أعرفهم، وساعتها كانوا متجمعين عندنا في البيت. ولما دخل جوزي اتصدم وما كانش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. وقتها قلت له ايه يا حبيبي، مش هتمسك ابنك وتفرح بيه؟
لقيته بيقول لي ابن انا. ده جه امتى؟ وايه اللي انت عاملاه ده بالظبط؟ هو انت اتجننتي ولا ايه؟ تعالي معايا. واخدني ودخل الاوضه، ولقيته بيقول لي جبت العيل ده منين؟ قلت له اشتريته من السوبر ماركت. ولا يمكن كده لقيته في الزباله. لقيته بيقول لي انت بتقولي ايه بس؟ اتكلمي عدل، لاني مش فاهم حاجه. قلت له ده ابنك، بسمه خلفت. عارف بسمه اللي انت رميتها، اللي اتجوزتها عرفي عليا؟ ليه اتجوزت عليا يا احمد؟ علشان تخلف؟ لقيته بيقول لي لا، دي كانت غلطه، وانا غلطان اصلا ان عملت كده وندمت عليها. انا كان نفسي اقولك لان ضميري كان وجعني قوي، ودي كان لحظه شيطان مني. وما كنتش اعرف عنها حاجه بعد اليومين اللي قعدتهم معاها. ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، وما اعرفش انها حامل. هو انت ازاي جالك الولد ده؟ وريته رساله وعرفته انها ماتت. لقيته بيقول لي يبقى ده كرم من ربنا، علشان نعيش انا وانتي ومعانا طفل صغير، وربنا يعوضنا بيه. وفضل يعتذر لي كتير قوي، وكمان قال لي ان هو هيكتب العيل باسمي. وساعتها انا رضيت وسامحته عشان خاطر الطفل اللي فعلا نور حياتي. وطلعت انا وهو كملنا الصباع مع بعض، وعايشين احنا التلاتة في منتهى السعادة. من اجمل الحاجات اللي بيعيش بيها الانسان هو الامل. الامل بيديك دفعة لقدام، ويخليك تشوف السعادة اللي انت تستحقها، واللي انت اكيد هتوصل لها في يوم من الايام. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.